من المفترقات الغريبة اللي حصلت في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2007 عدم تسجيل عماد متعب الأهداف رغم إنه شارك في جميع أدوار البطولة من دور 32 لحد النهائي. وده بيغير فكرنا شوية في تقييم المهاجم، إن المهاجم مش لازما يكون مش كويس، مش لازم يكون مش كويس عشان ما سجلش أهداف، لأ ممكن يكون ما سجلش أهداف لكنه بيخلق فرص كتيرة للمهاجم اللي جنبه. لأنه فلافيو في البطولة دي سجل 5 أهداف، ممكن معظمها كانت بمساعدة عماد متعب، مش لازما بصورة أساسية من خلال باص، لأ ممكن يكون خلق له مساحة يستغلها فلافيو. زائد ان عماد متعب ما كانش بيلعب في الصندوق كتير، عماد متعب كان بينزل. كان المنفذ التاني لضربات الحرة بغياب ابو تريكة كان بيعدي واحد واثنين وثلاثة، وكان في كور كتيرة بتيجي في العارضة، كور كتيرة بتيجي جنب القائم، لكن الحظ ما كانش جنبه في اوقات كتير. ويدلك على كده برضو ان مستر مانو جوزيه برضه ما استغناش عنه لانه ما سجلش، لا مستر مانو جوزيه حطه في دكه البداء. مستر مانو جوزيه ما بيحطش دماغه مع مع الجمهور كتير، لان فلافيو برضه اول ما جه ما